من طاعة إلى طاعة، هذا هو حال المؤمن مع ربه. فبعد صوم رمضان يتطلع المسلمون للاحتفال بعيد الفطر الذي فرض الله فيه الزكاة، فريضة يحرص على أدائها والإحاطة بجميع تفاصيلها المغاربة في حواضر وبوادي المملكة، كما هو الحال هنا بمدينة الحسيمة. زكاة الفطر فحدت في 10 دراهم بالنسبة للمدى الحضري. بالنسبة للمدى القروي فنظن حدث في 5 دراهم. وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وعواش مبروكه وعيد مبارك سعيد ان شاء الله. زكاة الفطر انا عندي 3 بينار كنخرج 30 درهم. شي واحد الا عنده اكثر من داك الشيء غيخرج، راه ماشي مشكل، مادام شحال ما خرج راه مزيان له هو. وبالنسبة لأهل الاختصاص فزكاة الفطر عبادة وقربة إلى الله تعالى، نص الشرع على إخراجها قبل صلاة العيد صاعا من طعام برا أو شعيرا أو تمرا أو غير ذلك مما يقتاته غالب أهل البلد لفائدة الفقراء والمساكين. فعلى من تجب إذن هذه الفريضة المالية؟ كل مسلم حر مستطيع أن يؤديها في وقت وجوبها فهي واجبة عليه. طبعا تجب عليه عن نفسه وعمن يمونه من أفراد عائلته وأسرته. وحسب علماء المالكية فالأصل في إخراج زكاة الفطر أن يكون صاعا، أي 4 أمداد من أحد أنواع الأطعمة المقتاتة، مع جواز إخراجها نقدا. حاول العلماء المكلفون بالإفتاء أن يوحدوا قدر زكاة الفطر وزنا، فقالوا إنه يساوي 2,5 كيلو. طبعا وقد قال العلماء في هذا القول الذي يقول بإخراجها نقدا إن هذا أيسر وأسهل بالنسبة لمخرج الزكاة، وكذلك بالنسبة للفقير الذي يأخذ الزكاة. حكم يأخذ بمبدأ اليسر المتأصل في دين الإسلام الذي فرض زكاة الفطر طهرة للصائم وإغناء للفقراء والمساكين عن السؤال والطواف على البيوت في يوم العيد.